السلام عليكم، اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. معكم محمد علي من قناه نجرب وفيديو جديد. قبل ما نبدا كده الفيديو، يا ريت ما ننساش ندعي لاخواتنا ونفضل مقاطعين. اللي مش مشترك في القناه يشترك لو سمحت، ويدينا اللايك الجميل، واللي مشترك يدي اللايك. يلا بينا. تقريبا كده في اخر سنتين ظهرت حاجه جديده اسمها الناشفيل تشيكن او الصوص الناشفيل. ده الصوص بيبقى اغلب مكوناته فلفل اسود وفلفل احمر حراق. هو بالمناسبه حراق جدا، فالفيديو ده لمحبين الحراق بس. وعلى الفيديوهات اللي شفتها ان هو ليفل الحراق بتاعه عالي شويتين، واسمه او كلمة ناشفيل دي عشان ظهر من الولايات المتحدة واسمها ناشفيل او مدينة اسمها ناشفيل، يعني الكلمة مرتبطة باسم مكان. وانا كنت عايز اجرب الصوص ده، بس بصراحة لقيت الاسعار اوفر قوي يعني، لغاية ما لقيت السندوتشات اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي ظهرت وباسعار في منتهى الجمال. فقلت لا، نجيب بقى ونجرب. وانا مش هطول عليكم، هما 3 سندوتشات من 3 مطاعم، وتعالوا نبدأ بأرخص واحد وهو مطعم تشيكن فيلا. انا طلبت كل سندوتش بس، يعني ما طلبتش كومبوهات. ده زي ما انتم شايفين كده الباكج بتاع تشيكن فيلا المعروف، والكيس جاي متدبس كده. هو جايب منديل، اوبا، السندوتش بتاعنا وشكله كده ايه، الدنيا ملحوسة خالص. وبس كده. سعر السندوتش كام؟ اقول لكم. سعر السندوتش 120 جنيه. انا مسكت يعني الصوص اللي نزل كده والدنيا زيتت خالص. فتعالوا نفتح كده ونشوف الناشفيل تشيكن. السندوتش ده اسمه، معلش، هو ناشفيل ساندوتش. اوبا. طبعا تشيكن فيلا معروف بالاحجام الضخمه بتاعته. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، الدنيا لحوسه على الاخر. طيب هو ده حجم الساندوتش، والعيش حلو يعني مع كل الصوصات دي، والعيش يعني ماسك نفسه بصراحة. دي أول حاجة. هو عبارة عن قطعة الفراخ مع الصوص الناشفيل مع صوص الهاني ماسترد مع كول سلو مع خيار والخس بتاعنا. مش عارف ده زيت القلي ولا زيوت من الصوصات، مش عارف بصراحة. عايزين ناخد قطمة كده يبقى فيها كل حاجة. تعالوا ندوق. بسم الله. هي قطعة الفراخ بصراحة كبيرة، والتتبيلة يعني فيها طعم السبايسي واضح، بس الكول سلو انا حاسس ان هو جاف قوي يعني. المفروض ان هو كان ينزل كده زي يعمل زي ترطيب. هو طعمه واضح وظاهر بس. والخلطة طبعا بتاعت تشيكن فيلا حلوة، والسبايسي معقول على فكرة. يعني السبايسي العادي، توقعت بقى اللي هو ليفل حاجة، ليفل وحش كده. بس خلينا نخش حتة كمان كده ونشوف. والساندوتش حلو، طعم الفراخ حلو وسبايسي، يعني مش هزار يعني، بس مش اوفر قوي يعني زي اللي في خيالي ان هو كان هيبقى اوفر ومش هقدر اكل قطمتين على بعض او كده. بس لا، متقبل جدا يعني للي بيحبوا الشطه برضو. لازم اقول ده يعني ان هو لمحبين السبايسي. بدايه موفقه. تعال نروح للي بعده. تاني سندوتش معانا من مور ان. انا عجبني اول باكجنج بتاعهم، علبه وبتاع ولقمه ومن اول السطر وكده. ده شكل الباكجينج او شكل البوكس. تفتح كده من هنا، تلاقي السندوتش بتاعك برضو حجمه وشكله محترم، وجلافزات ومنديل وكاتشب اللي هو ديكسي ميلز. مش عارف انا هحتاج كاتشب، هنشوف. ففكرة حلوة قوي فكرة البوكس دي بصراحة. تعال نشوف السندوتش بتاعنا. سعر السندوتش مور ان ب 140 جنيه، بس مكتوب اسم الساندوتش، دي حاجة كويسة. من هنا
واو، الشكل ولا غلطة. والعيش اللي هو بيبقى عليه مش عارف ده دقيق ولا كورن ولا ايه، اكتبوا لي في التعليقات كده اللي يعرف. بيبقى عارف الحاجات اللي بتبقى على عيش السندوتشات ده بيبقى اسمها ايه، الحبيبات الصغيرة دي. اوف 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 اوف. لا ده معلش، كنت فاكر ان ده السبايسي، بس طلع ده اللي هو صوص الباربيكيو. الساندوتش اللي معانا انا شايف قطعة الفراخ ولونها احمر كده زي ما انتم شايفين، او على اورنج يعني، فيها سبايسي، شرب سبايسي، وصوص الباربيكيو على الوش. وادي من تحت هنا في طماطم وخس. طيب خلينا كده نبدأ ونقول بسم الله. بسم الله. طيب هو ده سندوتش تشيكن عادي جدا وباربيكيو بس يعني، والتتبيلة اللي هي الاورنج دي يعني التتبيلة يعني هي حلوة، بس هل هي دي الصوص الناشفيل؟ على فكرة في بعض المطاعم كانت بتسألني عايز صوص الناشفيل عادي ولا حار، فهل ده صوص الناشفيل العادي؟ انا معرفش، عشان بس ايه برضو، لان ما دقتوش قبل كده فمش عارف. بس انا في خيالي او في دماغي ان هو المفروض صوص الناشفيل ده بيبقى سبايسي، وده يعني المفروض ان هو كان المطاعم الغالية بتعمله درجات، يعني اقل حاجة حراق قوي، فده لا يعني مش ناشفيل سبايسي. طب تعال نروح لاخر واحد معانا واغلى واحد معانا، وهو ستريكس. ستريكس ده مطعم لسه فتح من قريب، وبقاله فترة كده عامل ضجة على السوشيال ميديا، فقلت نجرب. وعامل كمان سندوتش تشيكن ناشفيل، فقلت نجيبه ونجرب. بصراحة الألوان والكيس ده يعني حاجة محترمة، متدبس، كول سلو، باكج، في شوكة وجلافز، وتقريبا منديل معطر ومنديل عادي، وفي انا مش عارف ده ايه ده، طالب ساندوتش المفروض يعني، بس كده. ده بيبقى الساندوتش معاه بطاطس وكول سلو. تمام تمام ماشي. سعر الساندوتش ده كام؟ سعر الساندوتش ده 180 جنيه. طبعا بالبطاطس بالكول سلو بالحاجات دي يعتبر مش غالي قوي. دي كمية البطاطس، بطاطس كرينكلز كمان مش بطاطس عادية. هنجرب، هو طبعا هنظلمها بس يعني هنجربها بس عشان نقيمها، لان مفيش مع الباقي السندوتشات بطاطس. حلو قوي التوابل دي. يلا نشوف الساندوتش بتاعنا. وعلى فكرة اتقل اوردر، يا نهار ابيض، برضو نفس الصوص والدنيا. يبقى هو الصوص كده يعني، هو الصوص بيبقى فيه الزيوت الكتيرة دي. اوبا. طيب العيش برضو حاجة محترمة، وادي الكول سلو. بصوا هنا بقى، يعني الكول سلو هنا تحسوها ماي كده، مش جافة زي بتاعة تشيكن فيلا. وقطعة الفراخ بتاعتنا ونفس قطعة الفراخ هنا نفس اللون بتاعة مور ان. ومن تحت في اللي هو الخس والخيار بتاعنا وصوص كمان. ده صوص الاناناس، افتكرت صوص اناناس وصوص ناشفيل والكول سلو والخيار. تعالوا كده نقول بسم الله وندوق. انا عايزكم تبصوا كده على لون الصوص، بصوا لون احمر ازاي.
بس انا عايز ابدي اعجابي الشديد بالعيش بتاعهم. يعني الدنيا صيصة وزي ما انتم شايفين كده ولايصة، والعيش ماسك نفسه. بس هو يعني المستغرب له ان كل اللون الاحمر ده والسبايسي مش قوي قوي، ولا عشان مثلا معاه الكولسلو فمرطبة شوية وفي تسكيرة كده من صوص الاناناس. هو غريب، يعني هو الطعم غريب. هو هنا بصراحة الطعم مش وحش بس مش سبايسي. انت تقريبا صوص الاناناس مدي تسكيرة مع الكولسلو برضو مرطبة الدنيا. هو في سبايسي، بس يعني ايه الصوصين دول او الصوص والكولسلو مهدين الموضوع قوي. خلينا نلم الدنيا والزروطة دي واقول لكم على التجربة. طيب، هي التجربة يعني ما كانش زي ما انا متوقعها. يعني كنت متوقع حاجة تاني خالص، ومتوقع ان انا هعرق بقى وعينيا هتدمع من كتر الشطة بس هو في اللي جه النهاردة بصراحة اكتر واحد سبايسي وعجبني قوي هو تشيكن فيلا، اللي هو ارخص واحد. هو صوص ناشفيل وصوص هاني ماسترد وقطعة الفراخ الكبيرة بتاعتهم اللي هم متميزين بيها، وخد سبايسي يا معلم، بس مش قوي برضه، بس يعني سبايسي حلو. بعد كده رقم 2 بصراحة هو ستريكس. هو قيمة مقابل سعر حلو قوي، بيجي معاه بطاطس وكول سلو، هو أصلا سندوتش فيه كول سلو. الطعم نفسه حلو، يعني هو حتى التتبيلة حلوة، تتبيلة الفراخ نفسها حلوة، قطعة الفراخ حلوة. أما مور إن فهو سندوتش فراخ عادي جدا ملوش علاقة بالناشفيل. وبس كده، ده كان فيديو النهاردة، فيديو كده سريع خفيف سبايسي شوية. فلو عجبكم الفيديو عندكم أي اقتراحات اكتبولي في الكومنتات بحيث نعمل أفكار نجرب أماكن. اشتركوا في القناة، ادونا لايك، اعملوا شير للفيديو كده، يعني الحاجات الحلوة دي. واللي بيتفرج عليا من فيسبوك ما ينساناش من لايك ومتابعة الصفحة، واكونت انستجرام هتلاقوا صندوق الوصف، ممكن تتابعوني عليه. واشوفكم فيديوهات تانية كتير. شكرا ليكم، سلام.